ما بين الزيرو والواحد، عوالي تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. لازم تعرفوا إن الذكاء الاصطناعي زي ما هو أداة للبناء، هو أخطر أداة للتزييف. في حاجة اسمها Generative Adversarial Networks أو الجانز. دي تقنية بتقدر تخلق صور وشوش ملهاش وجود، أو تركب وش شخص على جسم شخص تاني بدقة مرعبة. بس دايماً في بصمة رقمية بتفضح التزوير ده، وعين الخبير هي اللي بتدور على الارتيفاكتس أو التشوهات الصغيرة اللي الآلة بتسيبها وراها وهي بتدمج الصور. طيب لو وصلنا إن التزييف ما يتكشفش أو بقى صعب جدا، ده يحطنا في معضلة أخلاقية يا ياسر. أعتقد يا دكتور المسألة هتحتاج قوانين منظمة ملزمة، وفي نفس الوقت ما توقفش التطوير. أي أداة ممكن تستخدم في الخير أو في الشر، المشكلة دايماً في المستخدم مش الأداة. كلامك مظبوط يا آدم. احنا كده ما وصلناش لحاجة يا عبدو. أنا عارف، بس هو ده اللي حصل. لا مش للدرجة دي، يعني هو هيكون في كام شهاب في الدفعة. بقولك ايه يا عبدو، هي والدتك ما كانش ليها نشاط في الجامعة؟ تمثيل، غنى، حاجة شبه كده؟ أنا معرفش كتير عن أمي، أنا كنت بشوفها بس خميس وجمعة طول الدراسة، وفي الأجازة كنا لازم نسافر مع أنا للعزبة. أن دي اللي هي مين؟ ستك أم أمك يا عبد حميد. انت ملكش حل يا تيفا، كله ضحك. لو ما ضحكناش غالبا هنتجنن. أوبا، تيفا طلع حكيم كمان. خلونا في المفيد. احنا هنتحرك بعد امتحانات الترم الأول، نستغل فترة الأجازة نستعد أو نكون وصلنا لخطة أفضل. احنا لازم نعمل اسم للمجموعة بتاعتنا عشان السسبنس بقى. انتي الأفلام الأجنبي لحست دماغك يا تاليا. ندى ندى، خير يا ياسر؟ أنا عامل حفلة صغيرة في نايت كلاب، ما تيجي تسهري معايا؟ ماليش فيه، سلام. أنا مش فاهمة، عجبك فيها إيه؟ أنا بحب الغموض وبحب التحديات. طيب هو إيه اللي طيب؟ وصلتي الحاجة ولا لسه؟ لسه. قول لي يا آدم، أبوك وأمك عايشين فين؟ أنا أبويا وأمي توفوا وأنا صغير. حقك عليا يا صاحبي، مش قصدي. لا ولا يهمك يا تيفا. هو أنت فعلا سقطت سنتين في الثانوية العامة قبل ما تنجح وتبقى من أوائل الجمهورية؟ عملتها إزاي دي؟ مالك يا تيفا؟ ساهمت كده وسكت. آسف لو بتدخل في اللي ماليش فيه. لا لا خالص، أنا ارتحت لك يا آدم، وهاخد بنصيحة نرجس أختي وفضفض. بص يا سيدي، الحكاية بدأت من وأنا في تانية إعدادي.
أمي حكت لي كل حاجة قبل ما تمشي. عرفت أبويا من بنك، كانت رايحة تستلم حسابات ورثها، وكان هو المسؤول عن تخليص الورق. يعني رسم عليها عشان الفلوس؟ مش بالظبط، هي حبته واتجوزوا، وابتدى السيد موافي يدير كل فلوس أمي في محافظ وبورصة ويكبر راس المال، وواضح إنه شاطر قوي. أمي بقت حامل فيا، وطلع الحمل خطر جدا ولازم رعاية، عشان اكتشفوا عندها مشكلة في القلب بتهدد حياتها وحياة الجنين اللي هو أنا. يعني البنت اللي قلتلي عليها يا ياسر ما جاتش تمضي العقد؟ ايه، قلبتها زي اللي قبلها بدري بدري؟ صدقني يا بابا مفيش بينا حاجة، هي بس تلاقيها انشغلت في المحاضرات على أجازة نص السنة كده. أنا مش هسألك أنت بتعمل إيه، لكن أي مصيبة هتعملها مش هتدخل زي كل مرة، فاهمني؟ فاهم طبعا، اسم الخربوط لي أهم حاجة. المهم شفتها أول مرة كانت خارجة من مدرسة البنات الإعدادية عندنا. هي كانت في أولى إعدادي بس يا سيدي، ووقعت. إيه؟ حبيتها من أول نظرة زي الأفلام؟ بالظبط، ومشيت وراها لحد ما عرفت هي من بيت مين، وكنت حاطط إيدي على قلبي. إشمعنى؟ شغل دماغك معايا، أنا اسمي إيه يا عم آدم؟ تيفا؟ هي قفلت معاك وشكلك بتنام مني. استنى بقى نعمل شاي عشان تفوق. وجيت أنا للدنيا والحمد لله ربنا عدى الحمل على خير. لكن كانت نصيحة الدكاترة مفيش حمل تاني لماما. أمال فين الأكشن يا ملكة الأكشن؟ المستر موافي والدي كان عايز ولد زي أي راجل شرقي أصيل، وبما إن مفيش أي فرصة لحمل تاني لأمي فده خلاه يكرهني كأني أنا السبب. وده اللي خلاه يتجوز على مامتك؟ لا، هو ما اتجوزش على أمي، ما كانش يقدر يخسر كل الفلوس اللي عملها، خاصة إن كل الأصول باسم أمي، أو كانت باسم أمي لحد الوقت ده. ادينا عملنا الشاي وبنشربه وقرب يخلص. فهمني بقى، ايه علاقة اسمك بالبنت اللي حبيتها دي؟ ويعني ايه يبقى المهم تعرف هي من بيت مين قبل ما تعرف اسمها؟ استفانيوس ده ما يفهمكش حاجة؟ يفهمني ان ابوك كان كارهك قوي. ده اكيد، لكن مش ده المقصود. انت هتزوم وتقعد سنة تفكر انت طلعت ازاي التاني على الجمهورية، مش فاهم. انا مسيحي يا ابني. اوبا، اوعى تقولي البنت طلعت مسلمة؟ احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل في عز الضلمة. قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل.